بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا شفنا ولاحظنا مصعب الكندري هذا الموسم، الحمد لله ان مستواه كان مستوى يعني عالي ومرتفع. مصعب الكندري طبعا عنده خبره اكثر من تقريبا 10 سنوات في الفريق الاول. نعم كان احتياط خالد الفضلي فتره طويله، لكن اعتقد انه هم كسب الخبره من خالد الفضلي، ومن بعدها شفنا ان مستواه يعني من صعود من موسم لموسم، والحمد لله. والدليل ان حتى المنتخب الاول منتخب الكويت استعانوا فيه وموجود حاليا معاهم. ويعني انا لاحظت حتى المباريات الصعبه كان يعني نجم باكثر الاوقات في المباريات الصعبه في الدوري وبالكاس، وحتى البطوله الاسيويه اللي خذاها بعد. لا شوف المستويات متقاربه. يعني احنا ما عندنا اثنين، عندنا تقريبا ترى 4 حراس: مصعب، عبد الرحمن الحسينان، بدر العازمي، وخالد الصالح. يعني انا هم يعني يمكن حسينان يعني ناقصته الخبره، الممارسه في المباريات. تدري الخبره مو بس في التمرين، لازم في مباريات ومباريات الخارجيه. وانا شفت ان الحسينان استفاد من العام بكاس الاتحاد، لعب كذا مباراه واستفاد منها، ويمكن شفتوها الموسم ضد نادي العربي كان متألق جدا، ومن وراه اخذوا حتى منتخب 22. والله شوف مصعب الكندري بعد الاصابه اللي حاشته اتوقع ان هذا حاليا يعني هو تشافى منه، لكن نفسيا لازم يلبس الوقايه الواقي اللي عليه. والله انا اشوف فعلا مظلومين بصراحه. المفروض انه يعني لنا نادي يعني بطل دوري العام ومتصدر يعني متصدر مع ما زال متصدر مع القادسيه، فالمفروض يعني عدد اكثر من الحراس. والله انا اشوف ان مستوياتهم متقاربه جدا، لكن يعني انا ما اقدر احكم صراحه. في المدربين في الاتحاد الكويتي هم اللي يحكمون يشوفون بهذا الشيء. بس يعني انا اللي شفته ان مصعب مستواه السنه صراحه متالق جدا، يعني وباستطاعته انه يلعب في منتخب الاول. والله يكون فيهم البركه، لكن اتوقع ان حاليا نادي الكويت ما يحتاج اي حارس من برا اسواره، لان احنا الحمد لله عندنا قطاع الناشئين قاعد يدعم الفريق الاول، واحنا عاملين خطه تقريبا من اكثر من 6 سنوات. هذه خطه ان الانتاج الحراس يعني واكتشاف وتهيئتهم حق الفريق الاول.